ونتمنى في المرحلة القادمة بعد التحليل والدراسة أن لا يهمش الوطنيون المثقفون الوطنيون، لا يهمشون في عالمنا العربي وفي خليجنا العربي، في خليجنا العربي وفي بحريننا الغالية. أتمنى المرحلة القادمة يعاد النظر وتلغى الكراهية والبغضاء والطائفية، وهذا دور العلماء ودور الوجهاء ودور علماء المنابر ودور كل المثقفين دورهم. يجب أن نعلي ونعلي الكلمة الطيبة مهمة في مجتمعاتنا. الكلمة الطيبة هي ناموس الانتماء، الفكر المتزن القائم على التعايش والحب والسلام والمحبة. هذا دور كل خطيب منبر، دور كل رجل دين يمثل الدين ويحمل رمزية التدين الحقيقي، وليس التدين المذهبي، لأن هناك فرق بين المذهب والوطن. الوطن ثابت، المذهب زائل. لا يوجد شيء في الدين وفي الأعراف الإنسانية وفي العادات الوطنية والمجتمعات شيء اسمه مذاهب. هذه ما سواها إلا الكافرون الذين فرقوا دينهم وأصبحوا شيعا، فرق متناحرة تكره بعضها البعض، تحقد على بعضها البعض، تحسد بعضها البعض. لا ينسجم السلام في موضع الكراهية، لا ينسجم السلام والتعايش مع أناس تحمل قلوب غير سليمة. يجب أن نحمل قلوب سليمة. وعلى رجال الدين الذين يمثلون الكلمة على المنابر الدينية وعلى منبر رسول الله في يوم الجمعة، في خطب يوم الجمعة، أن يركزوا